في كل زاوية من هذا الوطن يقف رجل يرتدي زيا أنيقا، لكنه يخفي وراءه 12 ساعة من العذاب اليومي، من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء، واقفا صامتا بلا استراحة، بلا تعويض، بلا كرامة. مقابل هذا الجهد الجبار يتقاضى بعضهم 2000 درهم فقط، لا تكفي للكراء، لا تكفي للدواء، ولا حتى لحليب الأطفال. تسأله: وماذا عن التأمين؟ فيبتسم بمرارة: لا CNSS، لا تأمين، ولا حتى تعويض عن الحوادث، وكأنهم يعملون في الظل بلا حقوق. كل هذا في وطن يستعد لاستضافة كأس العالم 2030. فهل هذه هي الصورة التي نريد أن نصدرها للعالم؟ حراس أمن يستعبدون، نقابات يكمم صوتها، ومجلس حقوق الإنسان صامت. هذا الظلم لا يمكن أن يستمر، وإن سكت الجميع فصوت المظلوم لن يسكت. كرامة حارس الأمن هي كرامة الوطن.